زي ما وعدناكم في الحلقات اللي قبل كده، النهارده هنكمل تعديل مستوى الكونفرجن بتاعك. ولو انت مش عارف ايه هو الكونفرجن فخليني اقول لك ترجع الحلقات اللي فاتت عشان تتفرج عليها وتفهم الدنيا بالظبط. وقلنا في الحلقه اللي فاتت ان الاهم من انك تعرف الحاجه لكل الناس انك تعرف الحاجه للناس المهتمه بالظبط او العميل المثالي بتاعك. وقلنا كمان ان لازم يكون عندك صوره كامله عنهم وعن اهتماماتهم، وعلشان تحقق ده فانت محتاج تعرف السر الخامس معانا. ورغم ان الجمله دي من الكلاشيهيات المهم يعني، ورغم ان الجمله دي من الكلاشيهيات كلاشيهيات جماعه كليشيه، لكن ده مهم جدا جدا. والماركتنج الشاطر هو فعلا اللي بيعرف يحط نفسه مكان العميل. لان في ناس متخيله ان فكره عرض المنتج بشكل مبالغ فيه ان ده هيخلي الكلاينت يشتري، لكن الحقيقه لا. لازم العميل يحس انك بتتكلم في صالحه، وان هو فعلا محتاج المنتج ده، وان المنتج بتاعك مميز عن اي حد بيقدمه، وتعرفه الحاجه دي هتساعدك ازاي وفي ايه بالظبط. وكده انت كسبت العميل في صفك، وهيكون عنده خطوه الشراء. وتوضيح اكتر بمثال بسيط: لو عندك زيت شعر وبتعلن عنه وكتبت ان الزيت ده بيحتوي على حاجات من الطبيعه ومهمه جدا للشعر، كده انت بتقدم مميزاته بس ما بصيتش لاحتياجات العميل بتاعك. اما لو قلت ان الزيت ده هيساعدك تتخلص من التقصف ويقوي الشعر ويمنع التساقط، انت كده ركزت على احتياج العميل بالظبط. وده بيفرق جدا في الكونتنت والناس هتستجيب معاه ازاي. معنى كده انك ترمي الديتيلز بتاعه المنتج في الزباله، بس ده خليه خطوه ثانيه بعد ما تذكر النيدز بتاعه العميل. لما يلاقي اللي محتاجه هيبدا يدور على التفاصيل مش العكس. وحاول على قد ما تقدر تلغي الكلام اللي بيدل على البيع. الموضوع محتاج انك تفكر في الكونتنت بشكل كويس علشان تكتبه. الفكره كلها انك عايز تخلي الكاستمر يشتري المنتج بتاعك، فبعد ما بنقدم الاحتياج بتاعه احنا محتاج نشيل اي خوف من عنده، وده مش هيحصل غير لما تقلل الكلام بتاع البيع، وحسسه دايما ان الكلام في مصلحته مش في مصلحتك انت. لازم تركز على اختيار الكلمات بتاعتك، وخلي عند اللي بيقرا البوست فضول ان يكمله للاخر. ومن الطرق دي اللي موجوده كتير انك مثلا تبدا بسؤال فيكون هو محتاج يعرف اجابه السؤال ده فيكمل البوست لحد الاخر، او افيه يكون هو عارفه فتحرف فيه شويه فعايز يعرف المعنى الافيه ده ايه، او اي حاجه تشده انه يفضل اطول فتره مع اعلانك فبالتالي ياخد عنك فكره كويسه. وزي ما قلنا قبل كده ان السوق كبير جدا والمنافسين كتير جدا، فعلشان تحقق التارجت بتاعك فانت محتاج الصبر. لازم تكون صبور جدا في عمليه البيع وما تملش بسرعه. والاكيد ان انت اكتر حد عارف المنتج بتاعك والتفاصيل بتاعته، فالمفروض انك بتنقل العلم ده للعميل عشان يشتري. وسط كل اللي احنا قلناه ده في 4 نقط مهمين جدا لازم تركز فيهم. اولا، الاستمرار في الماركتنج نتيجته انك هتبيع. علشان تبيع لازم تكون بتعرف تقفل البيعه بتاعتك. لو قدرت تحقق الحاجات دي هتقدر تبيع لعدد كبير جدا من الناس اللي انت محتاجهم. كل ما حسست العميل ان البيع ده اخر اهتماماتك كل ما زادت فرصه المبيعات اكتر. علشان كده هتركز على قيمه المنتج، وحاول بكل الطرق تخلي العميل يشوفه زي ما انت شايفه بالظبط، وتوصله في كل مكان يقدر يشوفك فيه. والانواع اللي تقدر تعمل بيها سبونسر كتيره جدا وممكن نتكلم عليها بعد كده. وحاول على قد ما تقدر انك توفر ارقام تتواصل بيها مع الناس، واعمل فيديوهات تدعم المنتج او توضح طريقه استخدامه، لان الفيديوهات دي هتساعدك انك تشيل اي خوف اتجاه منتجك. وده بيفتح لينا مجال ان احنا نعرف مدى ثقه العميل في المنتج بتاعك، ازاي نبني الثقه ما بيننا وما بين الكلاينت بتاعنا. رغم ان الطريقه دي من اقدم الطرق اللي بتحصل لكن هي من انجحها، وهي الريفيوهات او التقييمات بتاعت الناس. ملخص الكلام اللي احنا بنقوله ده حاجه واحده. دلوقتي مثلا لو انت قدامك انك تشتري من 2 بيج، واحده بتبيع لك لكن انت مش عارف عنها حاجه، واحده بتبيع لك نفس المنتج بس انت عارفها كويس وسعرها اغلى، تفتكر انت المفروض هتشتري منين؟ واحده انت واثق انها ترجع لك الحاجه لو ما عجبتكش او حصل فيها حاجه وعليها ضمان، والثانيه انت ما تعرفش تفاصيلهم عامله ازاي ولا شفت حد اشترى منها. المنطقي انك هتشتري من اللي انت عارفهم ومن الناس اللي انت ضامن ان هم هيرجعوا لك الحاجه. ممكن يكون المنتج ده زيه بيتباع في كذا مكان تاني، بس الخدمه اللي انت بتقدمها للعميل بتاعك مش بتتقدم في اي مكان تاني.